السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، ورجعنا في فيديو جديد. قمر قمر قمر. بجد حلو قوي. بسكوت كده لذيذ وجميل وشيك جدا، واكتر الناس بتحبه اللي احنا بنشتريه من بره اسمه بسكريم. معظم الناس عارفاه وبتحبه او بتجيبه من بره. هنعمله في البيت النهارده، ومقادير مفيش اسهل من كده وموجوده في كل بيت. اول حاجه هنسمي الله. حطينا كوبايه من السكر البودره، عليهم كوبايه من الزبده. هتقولي لي احط زبده احط سمنه، اللي موجود حطيه. بس الزبده طبعا بتبقى لها طعم احلى. وانا بقولك انا عملت المقادير دي بالظبط، والله العظيم طلع زي اللي بره بالظبط، بس كان ناقصه حاجه مش موجوده عندي. بس مش مشكله. هقول لكم في اخر الفيديو واحده واحده كده مع بعض. الاول بعد ما حطيت السكر البودره عليهم كوبايه من الزبده، كوبايه من السكر البودره عليهم كوبايه من الزبده، وبعدين قلبتهم كده. حطيت كوبايه من النشا، قلبتهم شويه كده، وبعدين نزلت عليهم نص كوبايه من الزيت. قلبتهم زي ما انتم شايفين كده، وبعدين حطيت عليهم فانيليا سايله، ودي بصراحه ادت للبسكوت ريحه حلوه قوي. ريحه اللي بره وطعم اللي بره. بس قلبت كده، وبعد كده نزلت بالدقيق. هحط دقيق قد ايه لحد ما العجينه تلم معاكي وتبقى القوام زي اللي هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجة تنزلوا الدقيق واحدة واحدة لحد ما القوام يبقى زي القوام ده بالظبط. لو العجينة بقى حسيتي ان انت زودتي دقيق شوية، زودي لها معلقتين زيت. لو حسيتي ان العجينة سايلة طبعا هتزودي الدقيق لحد ما توصلي للقوام ده. بس هنقسم العجينة بقى نصين. هنعمل نص بالكاكاو ونص ابيض. نص الكاكاو بصراحة ادى طعم جميل قوي، لان جايبة كاكاو نوع نضيف. كاكاو اسباني. هبدأ بقى ان انا اكور العجينة بالطريقة بالكور اللي انتوا شايفينها دي، نص ابيض ونص كاكاو. اهم حاجة تبقى الكور صغير خالص، لانك هتحطي من الكور دي، يعني ما هتحطي مثلا في البسكوتة 6 كرات، فلازم يبقى الكور صغيرة خالص، علشان هتحطي 6 كرات بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وهتكوري تبقى بسكوتة واحدة. كل 6 كرات ممكن تعملي 5 كرات، ممكن تعملي 4 كرات. هتشوفوا دلوقتي الاشكال اللي انتوا ممكن تطلعوا منه من البسكوتة. يعني كل بسكوتة ممكن تعملوها شكل، يعني مثلا الشكل ده بيبقوا 6 كرات هم. تحطي واحدة بيضة وواحدة كاكاو، واحدة بيضة وواحدة كاكاو بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وبعدين تكوري وهتطلع بالشكل ده. الحاجة بقى اللي كانت ناقصة عندي، بصراحة ما كانش عندي شوكولاتة سايحة، او اللي هي النوتيلا، او اي شوكولاتة قابلة للدهن دي. بنعمل تجويف كده في العجينة، وبعدين بحشيها، بحط حتة جوه العجينة كده، واقفل العجينة عليها واكور زي ما انتم شايفين كده. فبتطلع زي بسكوت البسكريم بالظبط، بتبقى محشية شوكولاتة سايحة. ما كانتش موجودة، والبسكوتة ما تحسيش خالص ان هي ناقصها اي حاجة، لان الكاكاو كان طعمه جميل قوي، فخلاكي ما تحسيش ان انتي عايزة حشوة جواها. البسكوتة كانت يعني بصراحة دسمة زيادة، ويعني حلوة، يعني تغنيك عن اي حاجة. بصوا بقى، بعد ما خلصتها حطيتهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، عملت اشكال كتير زي ما انتوا شفتوا. حطيتهم بقى في صاجة، وبعدين ما سبتهمش يرتاحوا ولا اي حاجة خالص. انا دخلتهم الفرن على طول على درجة حرارة عالية، وبسم الله ما شاء الله طلع تحفة وجميل. هيطلع طري خالص كده، وتحسوا ان هو يعني هيكسر معاكوا. لا، سيبوا الصاج يبرد خالص، وبعد كده هتلاقوها البسكوتة مسكت نفسها. اهم حاجة ما تزودوش بيكنج باودر كتير، يعني نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، علشان البسكوت ما ينفش معاكم كتير، او ما يفرش قوي، عشان تبقى ياخد الشكل المظبوط بتاع البسكوتة اللي انتوا سايبينها عليها. بس كده، مفيش اسهل من كده، والطعم روعة. لو عجبك الفيديو متنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفي القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. واشوفك في فيديو جديد، وباي باي.